يلا وش عندك؟ ابو بدر، اليوم اقدر اقول لك راحت اعمارنا وحنا نقطع الصامولي غلط ونحط الجبن غلط. تقول شلون؟ وشلون؟ انا اعلمك. بالنسبه للصاموليه، نول نغث ارواحنا ونفتحها بهذه الطريقه. لقينا طريقه اسهل بالسكين وتقص بهذه الطريقه. بس يبي لك عاد شوي سكين سنينه شوي. عرفت من اخوك؟ ابد بهالطريقه كذا. هذه الحشوه الصحيح. من اول لازم كذا، هذا غلط كذا. ثم عاد اللي ما يبي العجين ولا يبغى نفخة البطن يطلع العجين هذا. ايه راحت اعمارنا يا ابو بدر وحنا نفتح الجبن بشكل خاطئ. تقول شلون؟ شلون؟ وشلون؟ بدل ما نفتح الجبنه بالكامل ونقعد نبربسها بيديك وكذا، لا ابد. تحط شقيق صغير منه، عاد ما بسنونك ولا بظفرك ولا بشيء. المهم بهذه الطريقه كذا، ثم بسم الله وعلى بركه الله. ايوه، تبدا بعمليه تعصر على شوي شوي كذا بهالطريقة. يا سلام، بهذه الطريقة. هذه كان أول سويها أبو بدر، تذكر؟ إيه؟ وحنا صغار بهالطريقة. هو لا ويجي لها سبحان الله العظيم. بنفس الطريقة هذه. حط في المكان هذا، ثم تبدأ بارك الله فيك تعصر أيضا بهذه الطريقة. يصبح عصير جبن بهالطريقة. طبعا هي يختلف حسب الجبن، بعضها يصير قابل للدهن يصير سايل مرة، وبعضها لا يصير شوي يعني مو مضبوط. بهالطريقة أنا أشوف أنها أسهل من عملية فتح الجبنة بشكل كامل. يلا بالتوفيق إن شاء الله.